القاعدة التانية الباوندرز، ودي لازم تبقى قوية. الحدود، حط حدود اللي هي زي لا مش هقدر، ده وقت الشخص يعني آسف، مش هكمل المكالمة لو الصوت عالي. النرجسي هنا بيختبر حدودك، لو ما لقاش حدود هيفرم، ولو لقى هيمشي. تالت قاعدة ما تشرحش مشاعرك كتير، هو كده كده مش هيحس، للأسف هو بيستخدم مشاعرك ضدك. القاعدة الرابعة ما تحاولش تقنعه إنه هو غلط، لأن دي معركة خسرانة ومش هيسمع كلامك. خامس قاعدة سجل كل الاتفاقات معاه، طبعا ده لو شغل، ولو مش شغل سجل برضه، اسمع مني. النرجسي اصله بيغير كلامه كتير حسب مصلحته هي فين، وتلاقيه قلب الكلام. سادس مرحلة ما تتأثرش بمرحلة اللطف اللي هو الرجوع والهدوء والكلام الحلو، ما تتأثرش بيه لأن دي طريقته. ولو ده شريك في علاقة عاطفية اعمل مسافة، بس مش المسافة اللي البعد، لا مسافة نفسية، اعمل حدود. التواصل يخف شوية، ركز على نفسك ورجع حياتك تاني. لو عندك حد قريب منك خليه يبقى جنبك، اطلب دعمه، اطلب انه يخليه دايما معاك. اكتب كل حاجة بتحصل، لان دي بتدخلك في اخر نقطة، ان انت بتفك التعلق اللي بينك وبينه بس عن طريق الهرمونات.